السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير، نتمنى تكون صحتكم لاباس. فيديو نهار اليوم ان شاء الله راح يكون تكمله تاع الفيديو السابق. حبيباتي اللي مازال ما اشتركتش في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتخلي لي زر الجرس هكا باش اي فيديو جديد نحطه في القناه يوصلكم اشعار بلي راني حطيت فيديو. وتاني حبيباتي ما تنسونيش بالجام وتاني تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم باش تكبر لمتنا وتكبر عائلتنا هكا باش نزيد نوع لكم في الفيديوهات وباش ندير لكم حاجات خير وخير. حبوبة تاني ما تنساش في خانة التعليقات تخليوا لي واش راكم حابين ندير في القناة. اسكو تحبوا لي روتين ولا تحبوا وصفات تاع طبخ ولا تحبوا تاع العناية بالبشرة. كل وحدة تكتب لي واش راهي حابة نديرو في القناة ولا كان حابينها تقعد كما راهي. ثاني اكتبوا لي رايكم في التعليقات هكا كل وحده يعني تعطينا راي واش نديرو. اسكو نديرو لي فلوغ، اسكو نديرو الروتينات، نديرو الوصفات، نديرو المهم كل وحده تكتب لي واش حابه نديرو في القناه. هذه هي باش نتشاركوا ونتقاسموا المعلومه مع بعضنا. هنا حبوباتي هذا هو الطماطم تاعي راكم تشوفوها كيفاش دايره شغل. هي الحق الداخل مش مهريه ولا بصح من برا يعني هذيك القشره تاعها الخارجيه تبان مضروبه، تبان فيها هكا ضرابي. هي انا خفت عليها قلت نخدمها صوص طوماط مع سورتو جاي دروكا رمضان ولا خير من نخليها هكذاك. هنا كما راكم تشوفوا رحت للفريجيدار بديت نحط في هادو المنظمات نتاعي. هنا كما راكم تشوفوا هنا الفريجيدار تاعنا ماجيش من النوع الكبير يعني صغير. تحطوه هكا شويه تحسوا تعمر. هذه يا حبوبات انايا درت لاباط فايتي راح ندير بها شويه حلوه. هنا كما راكم تشوفوا راني مسحت الفريجيدار يعني بديت به درت له رغيوه ومن بعد عاودت مسحته ونشفته وجيت بديت نحط في هاد العلب نتاعي. هنا من تحت كنت حطيت هذيك العلبه تاع التمر هي الاولى وزدت حطيت تاع زروديه وهذه الاخرى نتاع الطماطم. هادو العلب يعني شريتهم من هاد البلاصه باسكو اللي كانوا يتحطوا هنايا تاع العظم تكسروا ايا بدلتهم بهادو. وانا من فوق حطيت هادوك العلب. هنا العظام ولا البيض نسيت ما شريتش. هذا هو المنظم اللي كنت شريته الخطره اللي فاتت. شوفوا يعني كيفاش جاي جاي مليح وما يديش بزاف مساحه لداخل. وهنا كنت درت هذه التحليه. صراحه ما شاركتكمش بها ولكن فيديوهات جايه ان شاء الله راح نشاركها معكم. سورتو في هاد السنيوه يعني هكا صغيره مليحه بزاف لرمضان اللي يكونوا هكا عائله صغيره ولا بزاف مليحه. هنا يعني كنت كل خطره هكا نبدل. كنت مفريجيدار جهه صغيره شغل كنت نحط الحليب الجهه دي منا من بعد لا نبدلو الجهه دي منا حتى هذه هنا حتى هذه هنا يعني حتى ظهروا لي هادو المنظمه تاعي كامل وتنظم معايا الفريجيدار. هذه هي حبيباتي لازم المرأة تكون تعرف كيفاش تنظم اموراتها وتنظم فريجيدارها ولا سورتو ولا بلاكار ولا المهم اي حاجه كل وحده ترتب كما تعرف وكما تجيها الحاله سهله. هنا راح نرجع لهذيك الطماطم تاعي بعد ما غسلتها 2 مرات يعني شلتها مليح. راح ندير بها لاصوص طوماط. هنا بديت نقطع في هذيك الطماطم. قلت لكم هي مع الاول بانت لي شويه فاسده ومن بعد كي جيت باش نخدمها لقيتها يعني غير القشره الفوقانيه هذيك اللي راهي فاسده. المهم نحيت لها هكا الجهات اللي فيهم الضرابي وكل حاجه وبديت نحط فيهم في الطاوه نتاعي. هنا بالنسبه يعني شوفوا راكم تشوفوا هاد الطاوه تاعي كيفاش راهي ولا المقله تاعي ماشي المقله. واش اسمها يا ربي مهم نقولها الطاوة وخلاص طنجرة هكا نقولوا لها احنا. شوفوها يعني كيفاش راهي تلمع. كنت استعملت لها وصفة باش رجعت لي بهذا الشكل. نتوما حبيباتي الا كان حبيتوا تشوفوا الوصفة بالتفصيل راح نخليها لكم في صندوق الوصف ولا شوفوا برك هبطوا هكا في الفيديو. راح تلقاوها يعني الفيديو نورمالمون مش اللي تحت هذا اللي قبله ولا درت لكم الوصفه كيفاش تلمعوا الاواني تاعكم. يعني الاواني تاعكم راح يرجعوا يلمعوا. شوفوا برك في القناه خليتها لكم يعني فيديو مفصل يعني وحده ماشي روتين ماشي حاجه هكا. مره على مره نحب نخلي لكم فيديوهات وحدهم هكا اللي تحب وصفه ولا اللي تحب يعني تكون ما حبش تتفرج الروتين تلقى غير هذيك الوصفه هكا باش القناه تجي منظمه.
خاطر كاين بزاف اللي ما يحبوش يشوفوا هكا لي روتين تبان لهم ضيعه الوقت، ولا مالا ندير لكم هكا دي فيديو وحده، مثلا فيديو تاع وصفه، ولا نكون على بالي بلي راح تفيد بزاف بنات، ولا نديرها وصفه وحدها باش اي وحده يعني تحوس عليها ولا تلقاها مباشره، ما تكونش مضطره انها تتفرج الفيديو تاع الروتين. هنا نرجعوا لاصوص طوماط. هذيك الطماطم بعد ما نحيت لها الجهات اللي مضروبين، ولا هنا عندي حبه تاع بصل. لاصوص طوماط انا نحب نحط لها البصل والثوم. هنا الثوم ما عنديش اللي جديده، عندي اللي مكونجيه، دوك شويه نجبد مجموعه هكا ونحطها. انا جبت الطماطم هذيك قصيتها، حطيت تاني حبه كبيره تاع بصل، وراح نجي نحطها فوق النار. هذا مكان ما نحط لها لا ما لا والو. هذيك الطماطم راح تطلق الماء تاعها وتطلق البنه تاعها تاني مع الحبه تاع البصل. ولا كان عندكم البصل صغير ديروا 2 حبات هكا. نحب الحلاوه تاع البصل في لاصوص طوماط، تعطي بنه بزاف مليحه. هنا حطيت تاني شويه تاع الزيت، تاني نحط الملح ونخليها كاين نغطي عليها ونخليها حتى تطيب هذيك الطماطم وتذوب. هذه هي يعني وصفه بزاف سهله وما كانش اسهل منها. هنا ندير لها الغطاء تاعها ونخليها حتى تدبل لي هذيك البصل والطماطم مع بعضهم. هنا راح نروحوا لهذه التحليه تاعنا اللي بزاف بنينه. سمحوا لي يعني شهيتكم في الجنه حبيباتي، ما شاركتكمش بالوصفه. هذا الفيديو فيديوهات جاي ان شاء الله راح نشارككم الوصفه. هذه التحليه اللي تجي بزاف بنينه، فيها طبقه تاع لا كريم شانتي وثاني تاع الكاطو، وندير لها البنان، نحشيها بالبنان وندير لها من فوق الكراميل. يعني بزاف بنينه. هنايا شاركتكم برك هكا مقتطفات وفقط. فيديوهات الجاي ان شاء الله جاي رمضان ونكثروا من التحليات ونكثروا من الوصفات. ان شاء الله راح نشارككم بكل حاجه. هنا فقط هكا مقاطع تحفيزيه، مقاطع هكا نشارككم بهم، ولا هذا ما كان. حبيبتي كيفاش درتوا لي اشتراك، درتوا لي جيم ولا لا؟ هيا اللي مازالت ما دارت لي الجيم تروح دير لي جيم فضلا وليس امرا. حبوبات هنا راح نقسم معكم هاد التحليه باش تشوفوها ندخل كيفاش جايه. تجي بزاف بنينه ومشربه وبزاف هايله. شوفوا لي كيفاش محشيه الداخل بهذاك البنان، شوفوا لي هذا الكاطو كيفاش راه هشيش وكيفاش راه الطري. تهبل تهبل. عبالي حبوباتي راني شهيتكم. حبيباتي اللي مازال ما اشتركتش ثاني في الانستغرام، مرات راني ندير تما وصفات هكا يكونوا قصار في لي ستوري، ولا روحوا ديروا الابوني تما باش تشوفوا الوصفات نتاعي كاملين. هنا لاصوص طوماط تاعي هذيك راهي طيب، وانا قعدت هنا يعني هكا زودت شويه كليت باش نحيت هذيك التعب تاع النهار كامل. يعني لازم ناكلوا حاجه حلوه باش نطلعوا هكا شويه سكر. وتاني عيني على هاد لاصوص طوماط مره على مره نحركها ونخلطها. هنا واش عندي هذيك الحبه تاع الفلفل الحار، عندي تاني 2 ورقات تاع رند، وعندي كميه تاع الثوم. هنا قلت لكم الثوم ما عنديش الثوم العاديه، كانت في الفريجيدار، عفوا في الكونجيلاتور. جبت كميه هكا وحطيتها. حطيت تاني 2 ورق تاع رند للبنه، وهذاك الفلفل الصغير الحار هو تاني كان عندي في الكونجيلاتور. هذه هي اللي ما تحبش تحط الحار يعني ما تحطهاش. هنا خليتهم حتى طابو. بعد ما طابو نحيت هذوك الورقات تاع الرند، وتاني هذاك الفلفل الحار نحيته خاطر راه حار بزاف. ودرت هكا يعني بالميكسور طحنت هذيك لاصوص طوماط. شوفوا لي كيفاش جا اللون تاعها وكيفاش القوام نتاعها. هنا حبيباتي اللي كان لا كان تحبوا تحطوا طماطم مصبره تقدروا تضيفوها. انا ما حبيتش نحط، خليتها كما راهي يعني طبيعيه ما فيها حتى اضافه. وانتم اللي تحب يعني تعزز هذاك اللون الاحمر تقدروا تضيفوا مغرفه كبيره نتاع الطماطم مصبره. انا ما حبيتش نحط. وتاني حطوا مغرفه نتاع السكر. علاش؟ باش ما ديرلكمش هذيك الحموضه نتاع الطماطم. هذه هي حبوبات. هاد الطماطم نخليها نستناها حتى تبرد، ومن بعد حطيتها في علب وحطيتها في الكونجيلاتور. وتقدروا تاني تحتفظوا بها في اكياس تجميد. وهنا راح نشارككم بهذا الجبن اللي كنت شريته. يجي بزاف بنين وبزاف هايل صراحه. كي جربته ما ندمتش عليه. خلاص يجي بزاف هايل. حبوباتي وصلنا لنهايه الفيديو. اللي كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالجيم وما تبخلونيش تعليقاتكم اللي تفرحني وتحفزني. الفيديو الجاي ان شاء الله راح ندير لكم القلب اللوز بطريقه بزاف سهله وبزاف هايله. حبوبات نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. باي باي.